انتم شايفين يا غوالي جبنا الدجاجتين اللي جبناهم من عند اللحام، وهلا بنسمي بالله وبدنا نبلش نتبلهم. اول شيء ببريق بحط تقريبا كاسه كبيره من المي البارده، وتاكدوا ان المي تكون بارده حصرا. بيجي على طول بعصر عليها عصره ليمون، تقريبا نص ليمونه بتكون تمام للدجاجتين. طبعا اذا عم بسوي كميه اكبر بدكم كميه بهارات وليمون اكثر. بامكانكم اضافه الخل، بس انا بفضل الليمون لانه الخل بينشف الدجاج، والليمون بنفس الوقت بيعطي نكهه جدا جميله وبيطري الدجاج. بنيجي لعند المكون اللي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون له عمليه جدا مهمه، رح نحط تقريبا ربع كاسه. ليش؟ لانه هلا هذا كل البهارات اللي عندنا هون رح نخلطها على الخلاط. بقى وقت نخلطهم الهواء رح يدخل لجوا، رح يتكثف عنا زيت الزيتون، بقى بيخلي البهارات كلها تلزق على الدجاجه بشكل افضل 100%. بنيجي لعند بهاراتنا. اول شيء عندي هون بابريكا مدخنه معلقه كبيره بيكون تمام. كمان بدي نص معلقه كبيره من الزنجبيل البودره. كمان عندي هون الهيل. الدجاج دائما لازم نضيف له كميه منيحه من الهيل، بقى نص معلقه كبيره من الهيل بتكون تمام. هذا الهيل انا طاحنه على ايدي بقى شيء مرتب على الاخر. عندي هون كزبره 3/4 المعلقه من الكزبره الناشفه الناعمه، شايفين؟ رح نحط كمان فلفل اسود، رح احط لها معلقه كبيره من الفلفل الاسود بتكون تمام، بس مو معلقه كامله 100% يعني تكون عليها جبل، لا معلقه ممسوحه بتكون تمام. قرفه ربع معلقه، انا ما بحب كتر القرفه بالاكل كثير، بس تعطي نكهه جدا جميله، احنا ما بنكتر من القرفه. عندي هون شطه حلبيه رشه خفيفه، واكيد عندي الثوم البودره معلقه كبيره ثوم بودره تطلع عن جد خرافيه. بنيجي لعند المكون اللي حيعطيها طعمه ولون جدا جميل، اللي هو دبس الفليفله. معلقه كبيره كامله من دبس الفليفله، وبامكانكم اختيار دبس الفليفله ان كان حد او حلو، هذا بيرجع على حسب الرغبه. واخر مكونين اللي هو شويه من بودره الكاري بتعطي نكهه جميله. واكيد لازم نملح، مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي. وهلا بنسمي بالله بنجيب الهاند بلندر، بنحطه بهذا الشكل وبنخلط. وقت نخلط رح يتقل عن القوام، وهذا اللي نحن بدنا اياه. بامكانكم الاستغناء عن الهاند بلندر وبامكانكم استخدام الوسك، بس الهاند بلندر بيكون افضل بكتير. بعد ما خلطناهم كتير منيح على الهاند بلندر، شوفوا القوام كيف تقل معنا. هذا اللي انا كنت اوصل لكم اياه، شايفين القوام كيف تقل معنا؟ هلا بامكاننا نحطه على الدجاج ونتاكد انه رح يمسك على الدجاج كتير منيح. هلا بنسمي بالله بنجيب دجاجاتنا وبنكتها عليهم الخلطه اللي عندنا بهذا الشكل يا غوالي. شوفوا لازم الدجاج يتغلف كتير منيح، وهذا الصوص لازم نخليه زياده. ليش؟ لانه هلا بس ندعك الدجاجات ويزيد عنا شويه صوص، بإمكاننا نضيفه بالصينية وبيعطي البطاطا نكهة جدا جميلة بهذا الشكل. شايفين اللون؟ شايفين؟ الله الله الله. محمد كيف الريحة؟ يا سلام، شيء والله بشهي لا صراحة. تقول هيك يا سلام، قول يا سلام يا سلام، هيك عطيها انرجي يا حبيبي. وبهيك التتبيله صارت جاهزه عنا، ومثل ما انتم شايفين الدجاج مغلف كثير منيح بالتتبيله. هلا النقطه المهمه جدا، صار الوقت مشان نترك الدجاج يرتاح. لازم نتركه مينيموم ساعه لساعه ونص، واذا بتتركوه ليوم كامل بيكون افضل اكيد. وطبعا بامكانكم اختيار اي قطعه بالدجاجه. احنا هون عندنا بالعيله في ناس بتحب الصدوره، في ناس بتحب الفخاد. انتم بامكانكم تتحكموا بهذا الموضوع، بامكانكم سواء من الفخاد لحال او من الصدوره، او اذا حبيت تتمزمز بالريش بامكانك تسويها بالريش يا غالي. وطبعا يا ريت تكتبوا لي شو اكثر قطعه انتم بتحبوها من الدجاجه. انا عن نفسي بحب الفخاد، بحسها مدهنه ومو مشان شيء، مشان صحتي. طبعا يا غوالي هلا صار الوقت مشان نعمل اطيب كريم توم، لان معلومكم جنب هيك اكلات لازم كريم توم شيء خرافي على الاخر. بس رح نعمله على اصوله. هلا كريم التوم له طريقتين، له الطريقه الاولى اللي هي الاصول انه يصير بالبيض، في الطريقه الثانيه اللي هلا صارت مستحدثه اللي هي بالنشا. رح اسوي لكم اياها ان شاء الله عن قريب، بس انا ما بفضلها زياده مثل تبع البيض. تبع البيض طيبه كثير، رح اعطيكم الطرق الصحيحه 100% عشان ينجح معكم بدون ما يأزنخ ولا اي شيء. اول شيء عندي هون بيضه كامله وبياض بيضه. وين حاططهم؟ حاطهم بوعاء ناشف تماما من المي، لانه البيض اذا لمس المي بسرعه بيأزنخ وبيطالع ريحه. هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بدنا نجيب عصره ليمون. الليمون بيقتل زفرة البيض، وبنفس الوقت الأكسدة اللي فيه بتخلي البيض ينطبخ. بقى بنحط عصرة كاملة من الليمون بهذا الشكل. ورح ضيف كمان زيادة الخير خيرين اللي هو الخل، كمان شوية صغيرة من الخل الأبيض بهذا. كريم التوم يلي بيعطيه اللون الجميل اللي هو حمض الليمون، او بيقولوا له ملح الليمون. مثل ما انتم شايفين ذره صغيره، بس شيء انه شوي بهذا الشكل بنحطهم بيكون تمام. وبنيجي بدنا رشه ملح خفيفه
ما بنكتر ملح، شوي صغير عشان ما يطلع معنا مالح. بعدين احنا بنختبر ملحه، اذا حسيناش انه ملحه اقل بنزود له شوي. عندي هون 3 اسنان توم، طبعا هذا هو المتوسط اللي بينحط لكريمه التوم. بامكانكم تحطوا اكثر من هيك او اقل من هيك على حسب ما انتم بتحبوا طعمه التوم جوات كريمه التوم. بنيجي لعند المكون اللي حيعطيه الكثافه لكريمه التوم اللي هو الزيت النباتي. بدنا نحط عيار شغله 3 معالق كبار بالبدايه، بنخلطهم على الهاند بلندر. بعدين بس ينعم عندي كل شيء ببدا اضيف باقي الزيت تدريجيا كخيط. هلا بنسمي بالله وبنبدا نخلط اول شيء لحتى ينعم عندي كل شيء. وبعد ما تاكدنا انه كل شيء نعم عنا ومثل ما انتم شفتوا اختلف لونه صار لونه ابيض، هلا بنيجي عند المرحله المهمه جدا يلي هي مرحله سكب الزيت. الزيت لازم ينزل تدريجيا مثل ما رح تشوفوا هلا مثل كانه خيط، ونضلنا عم نخلط. بياخذوا حوالي 150 ل 180 ململ الزيت. طبعا بامكانكم انتم تزيدوا كميه الزيت او تقللوها على حسب القوام اللي بدكم اياه. هلا بنسمي بالله وبنبلش. طبعا لا مانع احنا وعم نزيد الزيت انه نرفع المضرب وننزله، نرفع وننزل عشان نتاكد انه كل شيء عم يختلط بهذا الشكل يا غوالي. ومثل ما انتم ملاحظين يا غوالي احنا وعم نحرك بهذا الشكل، هيك كميه الزيت انا كانت تمام بالنسبه لي، وهيك تقل القوام. هلا شوفوا بنرفع هيك، شايفين قوام كريمه الثوم بسم الله ما شاء الله، قوام كثيف مثل ما احنا بدنا اياه، لونه ابيض وطعمته خرافيه اكيد. هذا هو كريم التوم عن حقه حقيقي. طبعا يا غوالي صار الوقت عشان نكمل باقي مستلزمات الطبخه. اول شيء عندي الجاط اللي بدي ادخله او الصينيه اللي بدي ادخلها على الفرن، لازم احط فيها كميه منيحه من البصل الاحمر، بيعطي نكهه جدا جميله، ومقطع شرايح مثل ما انتم شايفين ومفروض، ولازم ينحط كطبقه اولى مشان تكونوا بالسيف سايد. يعني اذا حطينا البطاطا ما تلزق او يصير اي شيء، البصل بيحمي البطاطا انه تضل فوق. النقطه الثانيه عندي مقلايه فيها زيت حامي، وعندي هون بطاطا مثل ما انتم شايفين، البطاطا مقطعه بهذا السمك. طبعا بامكانكم تحطوا البطاطا مثل ما هي، بس انا بفضل انه نقلي البطاطا شوي. ليش؟ عشان نكون لها قشره من برا، وقت نحطها جوات الفرن ما تطلع كانه بطاطا مسلوقه، لا تطلع لها طعم خاص او قوام خاص فيها. هلا بنسمي بالله بنحمل البطاطا اللي عنا وبننزلها على الزيت الحامي. طبعا البطاطا ما بتاخذ جوات الزيت الحامي اكثر من دقيقتين 3. طبعا شوفوا بس ياخذوا هيك لون خفيف هيك بيكونوا جاهزين عنا. هلا بنسمي بالله بنصفيهم من الزيت كثير منيح، وبنروح على الصينيه وبنبدا نفردهم بهذا الشكل يا غوالي مثل ما انتم شايفين. وبهيك البطاطا صارت عنا جاهزه وفردناها بالصينيه. شوفوا على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. هلا بنيجي لعند الجزر، انا رح اضيف شويه جزر، اذا هي بترجع حسب الرغبه، بس الجزر بيعطي نكهه جدا جميله. رح افرده بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين يا غوالي. طبعا هلا انتم ممكن تتساءلوا انه احنا ليش ما تبلنا البطاطا والبصل والجزر اللي عندي. طبعا التتبيل مو مهم جدا. ليش؟ لانه الدجاج فيه كميه تتبيله كبيره. هي التتبيله رح حطها انا معهم، رح يغلوا جوا، رح تاخذ من تتبيله الدجاج، ونفس الوقت دهن الدجاج هو اللي رح يعطي كمان نكهه جميله لكل هالخضره اللي عندي. بهذا الشكل ببدا صف الجزر اللي عندي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، انا روح قلبي هي الاكله كثير كثير بحبها. لانه بصراحه احنا هون ببريطانيا صعب الواحد يلاقي شاورما ظريفه، فهي اقرب شيء للشاورما، وبطاطا وبصل ودجاج، شيء مرتب على الاخر فعليا. وهلا اجينا لعند مرحله فرد الدجاج. الدجاج صار له تقريبا عندي ساعه بالتتبيله باموره باللوز. هلا بنسمي بالله بنحمله بهذا الشكل وبنصفه. شوفوا على هالتتبيله ما شاء الله تبارك الله، ريحه الدجاج عن جد خرافيه بكل معنى الكلمه. رح ابدا اصف بهذا الشكل هيك. افردوا الدجاج خليه ياخذ راحته على التمام. بامكانكم تحطوا مثلا 3 دجاجات، بس انا دجاجتين اليوم بكفوا. الصينيه اذا بتوسع اكثر ما في اي مشكله انه يكون الدجاج مرصوص مع بعضه، بس انا بخليه مفروض اكثر احسن للدجاج عشان ياخذ راحته ويغلي على التمام. بهذا الشكل بيكون تمام. وبالوسط رح نعمل شغله خرافيه اكيد، رح نحط هيك شويه امور مو مشان شيء، مشان صحتنا يا غوالي. هلا بنجيب كل تتبيله الدجاج اللي زادت عنا وبنسمي بالله وبنحطها على الخضره. خلي الخضره كلياتها تتبل من هالنكهه الجميله. شوف بهذا الشكل يا غوالي، شايفين؟ لازم التتبيله كلياتها
نحطه على الخضرة. الدجاج اوريدي اخذ من التتبيلة بقى، ما في داعي نكت عليه مرة ثانية. هيك بيكون ولا اروع وجميل جدا. هلا بنيجي مشان ختم مشان صحتك، لازم نحط لنا كم سن توم بهذا الشكل. شوفوا الله الله الله، التوم بس ينشوى تطلع نكهته عن جد خرافية. وعندي كمان هون كم قرن فليفلة حدة. شوفوا طبعا مثل ما قلت لكم بامكانكم استخدام الفليفله الحاده او الحلوه، هي بترجع حسب الرغبه. انا رح استخدم الفليفله المتوسطه الحراره. طبعا يا غوالي هلا صار وقت التغليف، وبما انه الدجاج طالع عندي شوي لفوق بقى لازم احط له اول شيء ورق زبده قبل ما احط عليه القصدير. في حال انه الصينيه كثير غميقه ورق القصدير رح يكون بعيد، بامكانكم تحطوا ورق القصدير لحاله. ورق الزبده اللي عندي انا ناقعه بمي سخنه لمده 5 دقائق او 10 دقائق بيكون تمام، بس عشان يترطب معي ويطرى بنحطه بهذا الشكل، بنغطي فيه الدجاج كامل بهذا الشكل بيكون تمام يا غوالي. مو ضروري نطالعه لبرا زياده، بنخليه هيك على الدجاج. وبنجيب القطعه الثانيه كمان بهذا الشكل بدنا نساوي. شايفين لازم يتغلف الدجاج عندي كتير منيح وما نخليه يطلع لبرا زيادة. هيك بيكون تمام. بيبقى عنا ورق القصدير. ورق القصدير نقطة جدا مهمة، لازم يكتم كل شيء، يعني في حيث انه ما يطلع من الصينية هواء بالمرة. بنكتمه بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين يا غوالي، وبرد بقص عليه مرة ثانية. هون ما بيأدي بقى، بدنا كمان زيادة قصدير. وهلا بنسمي بالله يا غوالي وبنحطها بالفرن. طبعا الفرن اللي عندي شوي حامي، بس انا رح اعطيكم طريقة فرن البيت. فرن البيت بتحطوه على حرارة 220، بتتركوها من ساعة لساعة ونص، بتكون امورها باللوز وبتصير عندكم احلى صينية دجاج بالبطاطا. فروجوا ببطاطا كندي لكم دجاج بالبطاطا جدا جميلة وجدا رائعة. بس اهم شيء انكم تأكدوا انه مكتم منيح عشان ما يطلع منه اي بخار او اي هواء بالمرة. وهلا يا حبايب قلبي بس طالعناها من الفرن بنسمي بالله، واول شيء بنعمله بنجيب فرشايه وبناخذ من هالدهنات اللي هون وبندهن الدجاجه هيك. شوفوا يا سلام يا سلام، بندهنه سقيله يا غوالي، وعلى السريع بنرجعها على الفرن مشان تتحمر وتتأمر وتتشمر. شوفوا على هالمنظر يا سلام يا سلام. وهلا يا غوالي مثل ما انتم شايفين رجعناهم على الفرن بس مشان يتحمروا ويتأمروا. شوفوا على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. شايفين كيف عم تغلي غليان؟ هذه نحن بدنا اياه. بالنسبة لفرن البيت بس بتشغلوه من فوق بس مشان الدجاج لانه مستوي، بس مشان يتحمر من فوق وياخذ كراست جدا جميل ما شاء الله تبارك الله. وهلا يا غوالي قربوا لهون وشوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي على هالدجاج بعد ما تحمر وتأمر. وطبعا هذا هو كريم التوم بعد ما برد. شوفوا على هالقوام بسم الله ما شاء الله، شيء خرافي على الاخر. عبلكم اليوم انا اللي حهتم بصحتكم. هي الطريق هي الاكله الى اصول للاكل، يعني بدنا نسوي لها ترتيبات عشان تطلع بافضل نتيجه. اول شيء بنقيم الصينيه كلياتها على جنب. ليش؟ بدنا نجيب الخبزه، بدنا نسوي سندويشه. فعليا هي الاكله اطيب شيء انكم تعملوها سندويشه. طبعا يا غوالي اول شيء لازم ناخذ لقمه كبيره من كريم التوم نحطه هيك بهالخبزه وبندهنه. شوفوا يا سلام على هالمنظر الله الله الله. هلا بنيجي عند حبيبنا الدجاج. من وين ناخذ؟ من الصدر ولا من الفخذ؟ انا صراحه بحب الفخذ كثير. شوفوا يا سلام الدجاج رايح نيفا، بنفصفص الفخذ جوات هالخبزه. شوفوا الله الله الله. طبعا الروايح شيء خرافي على الاخر. شايفين الدجاج. وهلا بنيجي لعند السقسقه والنغنغه، البطاطا والجزر. بنيجي وبنفرد بهذا الشكل. شوفوا الله 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 يا سلام يا سلام. دلعوا لي حالكم يا غوالي. شوفوا شوفوا على حبه هالبطاطا، شيء رايح نيفا على الاخر. وهلا صار الوقت كمان بدنا ناخذ من هالثوم، بنحط لنا هيك شويه ثوم. شوفوا الله 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 يا سلام. هيك انتم بتهتموا بصحتكم، هذا شعار مشان صحتك وانتم عم تهتموا بصحتكم. هلا صار الوقت يا غوالي مشان نلف السندويشه وندوقها. بنلفها بهذا الشكل. شوفوا يا سلام يا سلام، سندويشه ولا اروع. بس قبل ما ندوقها لازم نيجي نغطها هيك غطا. شوفوا الله الله الله. ونيجي على طول ناخذ شوي من كريم الثوم ونحطها هيك على الوش. شوفوا لي على هاللقمه يا غوالي. هي اللقمه مو مشان شيء، مشان صحتكم. نقول بسم الله يا كريم ومندوق بسم الله. مم.
جوعتنا يا اخي، شو هذا؟ والله خرافيه.